شوف صور حلوة قوي من بين الوالدين، صور جميلة قوي من سلفنا الصالح. سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام، ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم على ايديه الأدب كله. في يوم من الأيام أمه طلبت منه شوية مية، فراح جاب لأمه شوية مية، وبعدين وصل لحد المكان اللي هي نايمة فيه فلاها نامت. طب يعمل ايه؟ انا لو مكانه يعني احط المية جنبها بحيث انها اول ما تقوم او تقلق كده تلاقي المية جنبها. هو ما عملش كده، هو فضل واقف في المية من بعد العشاء لحد الثلث الأخير من الليل أو قرب الفجر، لحد ما هي صحيت. فلما صحيت قال لها اشربي يا أمها. قالت له منذ متى أنت واقف؟ قال لها منذ أن طلبت الماء. فبكت وقعدت تدعي له. الله الله على البر. أنا ما بقولكش اعمل كده، أنا عارف إنها صعبة، بس على الأقل لما أمك تطلب حاجة قول لها منين عينيا، مش تجيبها لها وبس، أو مش تسيبها وكأنك ما سمعتش حاجة. قول لها من عينيا يا حبيبة قلبي. أمك حبيبتك، أمك اللي استحملت عشانك حاجات ما تخطرش على بالك. لدرجة إن سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب في يوم من الأيام واقف عند الكعبة، فبينظر إلى الكعبة، فجأة لقى واحد شايل أمه على كتافه، واللي طاف حوالين الكعبة عارف المسافة قد إيه كبيرة. فهو بيطوف العرق نازل على وشه، فبيقول له يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ شايف التعب اللي أنا فيه، شايف العرق نازل على وشي إزاي، يا ترى أنا وفيت أمي حقها؟ قال له لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة هي الآه، كلمة آه اللي كانت طالعة منها وهي بتولدك. قول لي دلوقتي ما بقاش في دلوقتي قيصري وخلص والدنيا ماشية يعني. أنا بقول لك أيام ما كان في واخد بالك؟ سبحان الله، بيقول له ولا بزفرة واحدة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. يا سلام. عمر بن الخطاب جاء له واحد قال له أمي لا تستطيع قضاء حاجتها إلا بعد أن أحملها. إزاي؟ ما كانش عندهم تواليت هناك في البيت ولا حمامات، فكان الحمامات بالنسبة لهم في مكان بعيد، يخرج من الخيمة أو من العشة اللي عايش فيها، يمشي في الصحراء 2 كيلو 3 كيلو لحد ما يغيب عن أعين الناس ويقضي حاجته كده في مكان متداري. فهو كان بيشيل أمه ممكن تكون محتاجة تقضي حاجتها في اليوم مرتين 3 5، فكان يشيلها على كتافه 2 3 كيلو في الصحراء ويوديها ويسيبها يقعدها ويمشي عشان هي ما يشوفهاش، وبعد ما تقضي حاجتها تروح مناديه عليه، يرجع تاني تكون لبست يقوم شايلها ومرجعها تاني. فبيقول له أتراني قد وفيتها حقها؟ قال له لا. قال له ليه؟ انت شفت التعب اللي انا بتعبه؟ قال له لأنها فعلت بك هذا وأنت صغير وهي تتمنى حياتك، وأنت تفعل بها هذا وأنت كبير وأنت تتمنى موتها. في شباب ممكن تقابله أو واحد ممكن تقابله والدك عامل إيه؟ يكون والده تعبان مريض، يقول الحمد لله ربنا يريحه. قصده إيه؟ قصده ربنا يريحني إن أنا اللي تعبت. خد بالك، شفت قد إيه البر حاجة كبيرة قوي. سيدنا أبو هريرة، وأجمل حاجة في الدنيا إن أنت تكون حريص على هداية أبوك وأمك. هداية أبوك وأمك مش هتيجي بالغلظة والشدة. أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا. ممكن تلاقي الأم واقعة في معصية ما، بتتفرج على فيلم، بتتفرج على أغنية، بتتفرج على ده، بتغتاب، بتعمل حاجة، اوعى تخش تقول لها إيه اللي أنت بتعمليه دوت، ده كذا وده كذا، وتقعد تغلظ عليها. إنما خدها بالراحة كده، قول لها أمي حبيبتي، روح قلبي وحياتي، مش عيب ولا حرام، دي أمك. أنا نفسي أخش الجنة، ونعيمي في الجنة لن يكتمل إلا بصحبتي ليكي في الجنة. فالغيبة دي ممكن توصلك في مكان غير الجنة، وأنا خايف عليك يا أمي، ونفسي ما تحرمش منك في الجنة. ممكن تأذني لي إن أقول لك بلاش الغيبة يا أمي حبيبة قلبي، علشان نخش الجنة وأتمتع بإني أكون معاكي في الجنة. شفت الأسلوب الحلو؟ بدل ما أقول لها الغيبة وهتتعذبي في قبرك وهيحصل لك ممكن، لكن هو نفس المعنى. لذلك دايما كنت بقول من يوم ما ربنا أكرمني بنعمة الدعوة وبشرف الدعوة، إن ممكن نوصل للناس نفس المعلومة بذوق ومتحطوطة كده في سلوفانة، وممكن نفس المعلومة أوصلها بحجارة تترمي في الوش. خد بالك، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، النبي ما شافهمش. خد بالك، النبي لو كان شاف واحدة متبرجة قدام عينيه في زماننا ده
ما كانش هيقول لها مباشرة في وشها أنت داخلة النار، إنما كان هيقول لها يا بنتي توبي إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أرجو لك الجنة. قول لي أنت هتألف شيخ محمود، أنت شفت النبي عمل كده ولا مش عارف إيه؟ إحنا متخيلين رحمة النبي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن في غلام يهودي مريض مرض شديد جدا وحس إن هو هيموت، والحديث رواه البخاري، أحسن تسألني هو فين، فراح له زاره ونظر إليه وقال يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه، فأبوه قال له أسلم أطع أبا القاسم، خد بالك. فالغلام قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على لحيته وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا سلام، معقولة رقة النبي مع كافر كده ومش هتكون رقته مع مسلمة؟ خدت بالك؟ فممكن أقول لها خدي بالك النبي بيقول صنفان من أهل النار، لا ما هم ذكر نساء كاسيات عاريات أنت داخلة النار. ممكن أقول المعنى ده، وممكن أقول لها بشكل تاني ومش هغير في معنى كلام النبي. ممكن أقول لها أختي الفاضلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر إن التبرج ممكن يدخل النار، فأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى إنك لو لبست حجاب إن ربنا يجمعك مع أمهات المؤمنين في الجنة. والله العظيم وصل المعنى، وأنا ما غيرتش في كلام النبي، لكن هو كل ما في الأمر إنه وصلتها بمعنى يحببها في الحجاب ما ينفرهاش. واضح المعنى؟ سيدنا أبو هريرة بيقول، والحديث رواه مسلم، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، ودعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره، قالت كلمة وحشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت له على حسن، قلت له يا رسول الله أنت رجل مبارك، ادعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأبو هريرة استبشر بدعاء النبي لأن النبي دعاء مستجاب. فذهب إلى البيت فوجد الباب مغلقا وسمع صوت خطخضة الماء، ثم فجأة لقى أمه فتحت الباب وهي كانت شديدة وشخصيتها قوية، راحت فتح الباب وقالت له يا أبا هريرة. قال أجل يا أماه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلمت أم أبو هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد بسند صحيح بيقول دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلك البر، كذلك البر، يعني هو اللي وصله انه يقرأ القرآن في الجنة والنبي يسمع صوته، بر الوالدين. كانت أمنا عائشة تقول تعليقا على كلام النبي وكان حارثة من أبر الناس بأمه. اللي من أبر الناس بأمه كان بيعمل إيه؟ بيقسم بالله بيقول والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها، أنا اللي بأكلها بإيدي ببقها. الله. بيقول فإذا أرادت أن تنام ذهبت ومسحت فراشها بيدي خشية أن تكون به حصاة تؤذيها، ثم أتهم يدي بالخشونة، أقول لا أكيد إيديها خشنة ومش حاسة بالحصاية، فيمسح الفراش بخده حتى إذا كانت فيه حصاة تكون الضرر في خده ما تكونش في أمه. الله على البر. سيدنا محمد بن سيرين في يوم من الأيام أمه بتنادي بتقول له يا محمد، فلا نعم. الله، ده أنا صوتي عالي فوق صوت أمي وأنا ما بقولهاش حاجة وحشة، أنا بقولها نعم. فأعتق رقبتين عشان يكفر عن الذنب ده، مع إنه كان يكفي إنه يستغفر ويعتذر له. سيدنا محمد بن المنكدر تابعي جليل بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كانت مريضة مرض ما بيوصلش الدم لأطراف إيديها ولا رجليها، فبيقول بت أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل. قال فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا عند الله أفضل. سبحان الملك. احنا المفروض 25 دقيقة، فاضل 5 دقايق ماشي؟ 5 دقايق. قناة أمجاد بقى الكرم كله بقى، ربنا يبارك فيك يا رب، عشان بس هخلص شوية الحياة الحلوة دي. ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يجوزك اللي ورا الكاميرا. ربنا يبارك فيك حبيبي، قول آمين. سيدنا زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما يقول لك لما كان ياكل مع أمه كان يسيبها تاكل لوحدها وبعد كده ياكل هو. ليه؟ يقول أخشى أن آكل مع أمي فآخذ شيئا تكون أمي قد اشتهته فأكون قد عاققت أمي. آكل معاها ممكن يمد إيد على حاجة هي نفسها فيها، أسيبها هي تاكل لحد ما تنبسط خالص وآكل أنا بعدها، مفيش أي مشكلة خالص. كان في واحد اسمه أويس القرني أو أويس القرني. أويس ده كان من أهل اليمن من قبيلة قرن، والرجل دوت كان هو وحيد أمه، كان عايش مع أمه،
وكانت أمه مريضة مرض شديد جدا، وهو كان عايش في زمن النبي وأسلم في زمن النبي، ولو راح من اليمن للمدينة وزار النبي وأعلن إسلامه قدام النبي عليه السلام خلاص بقى إيه؟ بقى صحابي. ورغم ذلك ما راحش. ليه؟ عشان كان مشغول ببر أمه. قالوا له ما تروح للنبي، قال لهم أخشى أن أترك أمي فتموت، فأنا ببر أمي. فالله عز وجل في عليائي، والله أغرب حديث وقفت عنده، حديث رواه مسلم، الله في عليائي يتكلم عن أويس ويقول لجبريل انزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقول لي قول الكلام اللي هقوله لك ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح مجمع الصحابة وقال لهم كما عند مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو القرني، له والدة هو بها بار فمروه فليستغفر لكم. الله، هيستغفر لمين؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الجمال دول كلهم. تخيل أبو بكر ما قابلوش، مين اللي قابله؟ عمر بن الخطاب، وطلب منه يستغفر له واستغفر لعمر بن الخطاب. ده أويس القرني لما بر أمه وما قدرش إن هو يروح يزور النبي عليه السلام، ربنا خلد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة كده هقول لك فضائل بر الوالدين في الدقيقتين اللي فاضلين. رقم 1 أفضل الأعمال بعد الصلاة. سأل ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثانية سبب لتفريج الكربات. وفاكرين حضراتكم الثلاثة الذين دخلوا الغار كان من ضمن واحد منهم توسل بالعمل الصالح بتاعه ان ربنا يفرج الصخرة، كان توسل الى الله ببر الوالدين. ثالث فضيلة دعوة الوالدين تجلب لك التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، من ضمنها دعوة الوالد لولدهم. رقم 4 سبب لسعة الرزق وطول العمر. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. رقم 5 بر الوالدين يعدل الهجرة والجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال هل من والديك أحد حي؟ قال كلاهما حي. قال أتبتغي الأجر من الله؟ قال أجل. قال إذن فالزمهما، اقعد مع أبوك وأمك، يبقى أنت كده خدت أجر المهاجر والمجاهد. الله، هتفوز ببر أولادك، لأن كل ما تبر أمك وأبوك ربنا هيكرمك وأولادك هيبركم هم كمان. رقم 7 من أسباب حسن الخاتمة دخلوا على شاب كان برا بأبيه وأمه، فلسه هيقولوا له قل لا إله إلا الله، فتبسم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوها ثم تبسم ومات على ذلك. سبب للفوز برحمة الله ومغفرته، فإن كان الله عز وجل قد غفر لامرأة سقت كلبا، فكيف يصنع المولى عز وجل برجل سقى أمه أو سقى أباه. سبب لدخول الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. آخر حاجة سبب للفوز برضوان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. أبر أم وأبويا بعد ما ماتوا إزاي؟ رقم 1 الدعاء لهما، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3 من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. الاستغفار ده رقم 2، يقال للعبد يوم القيامة، يرتقي العبد في يوم القيامة في درجات الجنة، إن العبد لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. رقم 3 قضاء في صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة، لو كان عليه حاجة أنت تقضيه، من كان عليه صوم فليصم عنه وليه. رقم 4 التصدق عن الوالدين، تتصدق صدقة جارية. رقم 5 إكرام أصدقاء الأب وحبايبهم وقرايبهم. رقم 6 تحج وتعتمر عن الأب والأم بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. يا شباب بالله عليكم بروا أبائكم وأمهاتكم، واللي عنده أم عنده كنز، واللي عنده أب عنده كنز. بوسوا إيديهم النهاردة ورضوهم، مش عشان مناسبة عيد الأم، أنا قلت لكم حكمها في أول حلقة، لكن بروا أبائكم وأمهاتكم في كل يوم، ادخلوا السعادة على قلبهم عشان ربنا يدخل عليكم السعادة ويوفقكم في دنيتكم وحياتكم وآخرتكم. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين، ويبارك في مصرنا الحبيبة، ويغنم أهل مصر الخير، ويؤلف بين قلوب المصريين، ويغيث إخواننا وينصر إخواننا من أهل سوريا يا رب العالمين، ينصرهم على عدوهم، ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، ويتم لنا اللذة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لقاءنا يوم الخميس القادم 9:15 على قناة أمجاد في برنامج ضيط إيماني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.